السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة مستر تك. الأكسس الكوري الأكثر من رائع KT 112. كنا اتكلمنا قبل كده عن الأكسس الكوري KT 112 واتكلمنا عن إمكانياته وعرفنا إن الجهاز ده ممكن تشغله أكسس بوينت أو أكسس وان أو ممكن تشغله ريبيتر بدون سلك. فالنهاردة إن شاء الله إحنا هنتعلم سوا نشغل الجهاز ده كأكسس بوينت، وكل ده إن شاء الله هنعرفه سوا بخطوات بسيطة هنتعلمها على إعدادات الأكسس. بس طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. هنوصل الجهاز بتاعنا عن طريق السلك. طبعا حضرتك لما بتكون متوصل عن طريق السلك بتقدر تحكم كامل في الجهاز وبتقدر تعمل إعداداته بسهولة. هنقفل طبعا الواي فاي بتاعنا، نتشينج ادابتر، كليك يمين وديسيبل. هنفتح بقى المتصفح بتاعنا. هنكتب فوق في العنوان 192.168.1.1. زي ما انتم شايفين هي فتحت على طول صفحة الأكسس بوينت، ولا طلب مني يوزر نيم ولا باسورد ولا أي حاجة. تعالوا بقى نشوف إزاي نقدر نشغلها أكسس بوينت. هنضغط هنا على أدفانسد. علشان تشغل جهاز أكسس بوينت بتعمل 3 حاجات. أول حاجة هي اليوزر نيم والباسورد بتوع الواي فاي، يعني هتغير اليوزر نيم والباسورد بتوع الواي فاي. هتغير الأول الاي بي بتاع الجهاز، يعني زي ما احنا شايفين كده ان الاي بي بتاعه هو نفس اي بي الراوتر. يعني حضرتك لو عندك الراوتر سواء من اي شركة، سواء تي داتا، سواء وي، سواء اتصالات، اي شركة هتلاقي نفس الاي بي ده هو اي بي الراوتر. طبعا علشان تشغل الجهاز ده اكسس بوينت لازم تغير الاي بي بتاعه، ما يبقاش نفس الاي بي ده. الحاجة التالتة بقى ودي هتعملها في الاخر خالص، وهي انك هتقفل الدي اتش سي بي. طيب نبتدي بقى بالوايرلس. هندخل على الوايرلس، هنلاقي هنا الاسم والباسورد. اسم الشبكة هو نتس، طبعا ده هتغيره زي ما انت عايز. هنا بقى الباسورد. الباسورد بتاع الجهاز ده بيكون باسورد هي نفس كلمة باسورد. طبعا حضرتك بتغير الباسورد زي ما انت عايز، وطبعا لازم يكون ارقام وحروف وعلامات. بعد ما بتغير في الاسم والباسورد تضغط على سيف. تعالى بقى على النتورك. النتورك اللي هنغير منها الاي بي بتاع الراوتر. هندخل بعد كده على لان. في اللان هنا هنلاقي هنا ده الاي بي ادرس اللي هو طبعا 192.168.1.1. ده هو ده الاي بي اللي احنا هنغيره. هتغير فيه اي حاجه، وليكن مثلا بدل ما هو 1 هيبقى مثلا 100. هنغير فيه بحيث ان هو يكون مختلف عن اي بي الراوتر بتاعك. طبعا اغلبيه الراوترات بتبقى نفس الاي بي ده، فيفضل انك تغيره باي اي بي تاني مختلف. بتغير في الاي بي وبتضغط على سيف. خد بالك انت بمجرد انك هتضغط على سيف اند ريبوت الاكسس هيعمل معاك اعاده تشغيل، وهتدخل بعد كده على صفحه الاكسس تاني بالاي بي ده. يعني حضرتك لما هتيجي تدخل بالاي بي اللي انت كتبته. خلي بالك كويس جدا من الرقم اللي انت هتكتبه لانك هترجع تدخل بيه مره تانية. ممكن حتى تاخده كوبي قبل ما تعمل سيف اند ريبوت، وبعد كده هنضغط على سيف اند ريبوت.
حتى وهنا برضو بيقول لك ان الجهاز هيعمل ريستارت. كده الجهاز بيعمل معانا ريستارت. هنستنى لحد ما يخلص خالص ونعمل الخطوة اللي بعد كده، وهي قفل DHCP. كده الجهاز بتاعنا خلص ريستارت، وفتح معاك كمان اوتوماتيك على الاي بي الجديد. يعني لو لاحظت هنا هو كتب الاي بي اوتوماتيك لوحده، والصفحه فتحت اوتوماتيك قدامك. يعني مفيش اسهل من كده. كده مش باقي قدامنا غير اننا نقفل الدي اتش سي بي. هندخل بقى على ادفانسد، وهندخل على النتورك، وهندخل على اللان. هنلاقي هنا كلمة DHCP اهي، هي بتعلم هنا على enable. هنعلم هنا على disable، وبعد كده هنضغط على save. ده بالنسبة لاكسس بوينت. الاكسس بوينت زي ما احنا شرحنا كده بيكون الدي اتش سي بي بتاعه مقفول، وبالتالي انت بتاخد بيانات الراوتر او بتاخد اي بي الراوتر، فانت كده في نفس الشبكة بتاعة الراوتر. تمام، يبقى الراوتر هو اللي متحكم فيك بشكل كامل. اما في اكسس وان فانت بتاخد بيانات الاكسس وبتاخد الاي بي بتاع الاكسس، فبيكون المتحكم فيك مش الراوتر لوحده، لا الراوتر زائد الاكسس وان. وده بينفع في حالات ان انت لو هتخلي الاكسس بتاعك يتحكم في السرعه بتاعه الاجهزه. يعني بالمناسبه طبعا زي ما احنا عارفين ان الاكسس ده بيتحكم في السرعه، يعني تقدر تضيف له السرعه اللي انت عايزها، بحيث ان هو يدي سرعه معينه للاجهزه اللي هتشتغل عليها. وبكده نكون اتعلمنا ازاي نعمل اعدادات في الاكسس بوينت KT 112، وعرفنا طبعا الفرق ما بين الاكسس وان والاكسس بوينت، وهنتعلم برضو ازاي نحدد السرعة عن طريق KT 112. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار أو تعليق سيبهولي في تعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد على حضراتكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.